ازاي تعرفي ان مديرك في الشغل بيحبك وحاطط عينه عليكي؟ انا بقى هقولك عشان تبقي فاهمه وما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. مديرك في الشغل تصرفاته غريبه وانتي مش فاهماها، شويه يدلعك ويخلي باله منك وشويه مش معبرك ومنفضلك. تعالى انا اقولك بقى تفسير ده. اول علامه هتقولك ان مديرك عينه منك انه مميزك عن باقي زمايلك في حاجه معينه، وممكن تكون الحاجه دي تافهه اصلا، بس عشان انتي خايبه هتفرحي بيها وتقولي ده انا شاطره جدا في الشغل وثبت نفسي، ده انا هترقى. ما انتي شاطره وهتترقي فعلا يا خيبتك، بس مش عشان الشغل. عشان تتاكدي بقى ان مديرك عينه منك والامتيازات اللي اداهالك مش للوله الوطن يا خايبه، مش عشان انتي شاطره لا سمح الله. ركزي في الحاجات دي. بعد اهتمامه بيكي في الشغل ودلعه ليكي، تلاقيه فجاه ابتدى يكلمك في اي وقت، حتى لو وقت متأخر. في البداية المكالمة بتبقى عن الشغل وعن الإنجازات اللي انت أنجزتيها فيه وإنه بيشيد بيكي، وانت طبعا هبلة وخايبة وفرحانة جدا إن مديرك بيكلمك. وهوب هتلاقيه بيمط في المكالمة ويسألك عن حياتك الشخصية وأشياء أخرى. تاني علامة هتقولك إن مديرك بيحاول يشقطك إن علاقته بيكي قدام زمايلك غير علاقته بيكي وهم مش موجودين. قدامهم معاملة صارمة شديدة، ومن وراهم اهتمام وصوت واطي ورقة في الكلام، وابتدي بقى يركز معاكي. شكلك حلو النهارده، شكلك صاحيه نشيطه، انت ممتازه جدا في الشغل، ايه اللبس الشيك اللي انت لابساه ده؟ سكت انت على اللقطتين دول وفرحانه بقرب المدير ليكي. هننتقل بقى للمرحله التانيه، انه هيبتدي يلمح ويتكلم ان انتوا تتقابلوا بره الشركه على حس ميتنج الشغل بقى، برزنتيشن، وشويه وتعالي اوصلك في طريقي، تعالي نخرج شويه نغير جو، ما تيجي نتغدى لقمه سريعه ونرجع الشركه تاني. ومن هنا بيبدا الاستهبال يا خيبتك. هيبتدي يركز معاكي، انت كنت بتتكلمي ليه في وقت الشغل؟ انت مين قريبك اللي عدى عليكي في الشغل؟ هو انت بتروحي امتى بعد الشغل؟ وساعتها هتحسي ان هو مهتم بيكي، عشان الستات عندنا قرون استشعار حتى من قبل الراجل ما يفكر يبصلها او يفتحها. فمن اولها يا حبيبتي كده، عشان ما تبقيش يا خيبتك، ما تفرحيش بقرارات مديرك غير المبررة دي. محدش بيعمل حاجة لله وللوطن. يعني من الآخر، لو لقيتي مكالمة كده أو كده مش عاجباكي أو اهتمام زيادة عن اللزوم وانتي مستغرباه، خشبي كلامك وقطمي وارجعي خطوتين لورا، عشان مش ناقصين وجع دماغ. بدل ما تبقي مشقوطة ومرفوضة، احنا جايين يا حبيبتي نشتغل وناكل عيش ونركز في شغلنا. عشان هو لو نيته خير هيدخل البيت من بابه على طول، مش هيقعد بقى يهتم ويسأل وينحنح في الأول. عشان ما تبقيش يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وتابعيني أنا بسنت النبراوي يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.